ما زال الرعب من الثورة التونسية بيرعب الأنظمة العربية حتى بعد مرور سنوات طويلة على الثورة التونسية. في تونس الشعب بيتأهب، قيس سعيد يترقب في خوف، تحركات شعبية قد تطيح بنظامه السمج والمستبد. يوم 25 يوليو اللي فات 3 أيام كان إنذار واضح وصريح إن صفحة قيس سعيد ممكن تتقفل، وإن الشارع اللي سكت فجأة فترة بدأ يستعيد صوته من جديد. وبينما الرعب يدب في قلب قيس، نفس الرعب كان بيدب ويدق على أبواب عواصم عربية أخرى، عواصم عارفة كويس قوي إن السؤال لما يكون عن الثورة فالإجابة تونس بتكون جزء من هذه الإجابة. لكن وسط حالة الغليان والصخب دي كان في جانب تاني من المشهد يستحق صريخ ضحك. أول مظاهرة كان قيس سعيد نفسه، راجل عايز يظهر إن كل شيء تمام وزي الفل وإن الدولة مسيطرة، لكنه في نفس الوقت مش عايز يعمل ظهور مباشر مخصوص ضد مظاهرات 25 يوليو عشان ما يبانش إنه مرعوب، او ان المظاهره بتاعت 25 هزته وخلته يجري يطمن الناس على النظام، بس مش عارف يعملها ازاي. لو طلع في لقاء استثنائي وقال مخصوص ان الامور مستقره، فيديو هيبقى اكبر دليل ان الامور مش مستقره وان المظاهرات عامله له خرم في دماغه. يعمل ايه؟ يظبطوها ازاي؟ قال لك لقيناها، احنا نعمل لقاء نودع فيه سفير هولندا وبلجيكا. ايه يودع سفير هولندا؟ قال لك بمناسبه انتهاء مهامهم. انا بودع بلجيكا وهولندا السفراء بتوعهم، ظهرت فجأة يعني وانا قلبي حديد والشرايين كلها سالكه ومفيش اي انسداد. ونظرا لحاله البؤس والرعب اللي عايش فيها قيس، كان لازم المعلمين بتاعه يطلعوا يطمنوه ويقولوا له بالتونسي ما تخافش يا سي قيس، رانا معاك للاخر والشعب نتصرفوا له احنا. وبالفعل دخل السنيدي الاول عبد المجيد تبون وقالها صريحه لا لبس فيها ولا تاويل: اللي هيقرب من تونس هنزعله. اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والديه. اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والديه. اللي يجيب الارهاب باش يهدد بيه تونس نخلي له الخيمه تاع والديه. هنهد الخيمه على دماغ ابوه. رساله تطمين من الشقيقه الكبرى الجزائر او من عسكر الجزائر الممثله في عجيب تبون لقيس. الفرحه مش سايعاه، ابتدى يشم نفسه ويشد ظهره. عم مجيد اضافها من الشعر بيت وقال مش هنسمح اللي عايزين ارهاب في تونس يصل للجزائر. وانتمائنا واضح، الجوار من تونسي اللي يمسها يمسنا، ça c'est clair, parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement, et on ne laissera pas faire, parce que اللي يجيب الارهاب هتعملوا ثوره في تونس وتاخدوا الحكم، هنقول عليكم اخوان ويمكن نحتل البلد بذريعه محاربه الارهاب. المشكله ان عبد المجيد وصل لمرحله اخطر من التضليل، حقيقه مرحله خزعبليه. عبد المجيد تبون كان من القليلين جدا اللي صدح بحقيقه الامارات، لكن المره دي هربت منه. قال لك اللي بيحصل في تونس سببه الامارات،
قال يعني الامارات ضد قيس سعيد وكده. بزراميط ده يا عم جيد، ده بزراميط يا حبيبي. ها في ماما ما ياكلكش ان ده بزراميط؟ مساعدة في حل بعض المشاكل. أنا في بعض الأحيان نتكلم على دويلة لأن الأثار تاعها سلبي جدا جدا جدا، يعني وين حطوا رجلهم يسيل الدم. سي سا غراف، سي افيك دي بروف. ما باغيين يخطونا باش ما يسيرش الدم عندنا هنا بعده. يعني من شويه بيتكلم عن الارهابيين وكل عارف انه يقصد الاخوان. يطلع الاخوان نفسهم على علاقه بالامارات؟ الامارات والسيسي اللي في ظهر قيس واللي رسموا له المخطط وعاملين له كل حاجه. لا جديده دي بصراحه، جديده. الحديث بتاع عم جيد تبون اثار حفيظه المواطن التونسي اللي عايز يسال ويقول له وانت مالك؟ او انت مال امك يعني؟ ايش دخلك؟ انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالشتم على عم جيد واللي يتشدد له. ما قاله تبون في حواره الذي سيتم بثه الليله حول تونس تدخل فاضح في شؤون الدوله. رئيس يتفوه للاسف بكلام سوقي واخلال علني، ده لطفي بن سالم، بمكانه الوالدين المقدسه في ثقافه شعوب شمال افريقيا، ورغم ذلك نشر اعلامه ذلك المقطع بكل وقاحه. واثناء غياب وجدان واثناء غياب قيس سعيد منذ ايام حتى في عيد الجمهوريه، خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول من ياتي بالارهاب الى تونس نخلي له الخيمه بتاع والديه، وكانه وصي على تونس. يكثر الحديث عن السياده حين يتعلق الامر بتصريحات المعارضه، لكن تصريحات الموالاه بقى، ماذا عن هذا التصريح القادم من رئيس دوله اخرى؟ اخوك كبير يا اخي وطلع يتكلم. اخوك كبير يا وجدان. غاب الرئيس التونسي عن الاضواء لبرهة، فاذا بالرئيس الجزائري يتقدم الصفوف لا كجار حريص بل كوصي يرعد ويرغب، وكأن تونس اصبحت ولايه جزائريه. يعني قال لك الامارات. السنيد الثاني اللي دخل ينقط في الفرح لاخوه قيس سعيد ما يقعش على وشه كان المطعاص عبد الفتاح السيسي. بيصيف وجات له اخبار التظاهرات في شارع بورقيبه نكدت عليه. انت عارف ان حاطين باريجاتين في العلمين عشان يحموا انتصار وهي بتاخد تان من القوات البحريه المصريه؟ مش عارفين؟ اديني قلت لكم. طيب احب اقول كده الحاجات كده يعني ما تشغلش بالك. تافهه، البلد كلها متباعه. فالمهم بيصيف المطعاص، جات له الاخبار تظاهرات في بورقيبه نكدت عليه، فقال لك نتكلم مع قيس شويه، اديله شويه شرعيه عشان نسنده ضد الارهابيين القتله بمناسبه عيد اعلان الجمهوريه التونسي، عشان ما حدش يقول ان انا كلمته بغير مناسبه ولا حاجه، ولا شفت انت قيس حب يودع السفير البلجيكي والهولندي، عشان ما حدش يقول ان انا خايف او مهتم. قيس سعيد ده اللي اصلا لما نزل مصر السيسي سابه يلف لوحده. لما نزل مصر قيس راح خير خليل لوحده وبتاع كده، ما استعناش بيه السيسي يهتم باللي بيدوسوا على دماغه بالجزمه، فاهم؟ انما الصغيرين زي ما الرئيس الدوله الافريقيه نسيت اسمها والله، اللي جه قال له انا مش عايز ابقى زي سياده الرئيس وبلده مش لاقي ياكل، حاجه في منتهى الوساخه. وفعلا كلمه النهارده من كام ساعه بس، بقول لك وكأن قيس لم يكتفي بضباط المخابرات اللي بتدير القصر الرئاسي التونسي. اجرى المطعاص اتصالا هاتفي بقيس سعيد جاء في اطار التنسيق بين البلدين والزعيمين الشقيقين. ما عمرنا شفناش اي تنسيق شهور وسنوات. المهم حيث استهلوا بتقديم التهنئه لتونس الشقيقه بمناسبه الذكرى ال69 لعيد اعلان الجمهوريه، منوها بمتانه الذكرى ما لقت سببيه من اي بزراميط. قمه صريخ الضحك ان عيد اعلان الجمهوريه التونسيه مش النهارده،
عيد الجمهوريه في تونس من 3 ايام، بس هو قال يكلمه النهارده، ما قدرش قلبه يتوغوش عليه. ولكن السيسي قرر ان عيد الجمهوريه التونسيه يبقى النهارده، يبقى النهارده خلاص، عشان ما يبانش انه مرعوب من تظاهرات تونس يعني. ونظرا لصريخ الضحك اللي ملا مواقع التواصل من رعب السيسي، المواقع الاخباريه التابعه لنظام المزرميط ابتدت تعدل وتكتفي بان الاتصال جاء من اجل تضامن مصر الشقيقه مع الحرائق اللي شهدتها تونس مؤخرا. مع ان البيان الرئاسي كان بيتكلم عن التهنئه، استعداد مصر لدعم تونس في مواجهه حرائق. انهي حرائق؟ حرائق الغابات ولا حرائق بورقيبه؟ عشان تفرق يعني. اصل احنا عندنا جيش مستعد نفرده في مصر في 6 ساعات لو قامت اي ثوره. قلت لك الجيوش العربيه اسلحتها موجهه ضد الشعوب، فلما بيشوفوا اي اسلحه من دول بقى او جماعات موجهه ضد اسرائيل بيجي لهم هس يا عين، ركابهم بقى والشلل الرعاش وفاهم وبتاع كده ويجي لهم هس. ما الاسلحه دي احنا بنتسلح عشان نواجه الشعوب. فقال لك على عكس البيان الرئاسي اللي احنا المفروض بنهني تونس بعيدها اللي كان من 3 ايام، بس احنا يعني على ما فرق التوقيت بقى جدع تونس برضو بعيده. فقال لك لا ده عشان نواجه الحرايق، المكالمه ما كانتش عشان نواجه الحرايق. صريخ الضحك ما وقفش هنا. حاله الرعب اللي سيطرت على العصابه في مصر من التظاهرات التونسيه دفعت سلطه البزراميط انها تشتري شحنات غاز مستعجل عشان تامن شهر 8 اللي جاي، لان تظاهرات تونس وبعديها ليبيا اللي انا رايح لها، انا قلت لكم تونس والجزائر، لا هي تونس والجزائر وليبيا. وتظاهرات ليبيا قامت في الاساس بسبب ان مفيش كهرباء، يعني السبب المباشر جدا انه مفيش كهرباء، زي خالد سعيد الله يرحمه في مصر اللي ابتلع اللفافه وكان واحد من اسباب انفجار الثوره. فتظاهرات تونس وليبيا السبب الرئيسي ان الكهرباء قطع. عزيزي المشاهد، ربما يظهر لك الخبر عاديا، بينما دلالاته الحقيقيه تحمل الكثير من الرعب لدى العصابه اللي عامله جريمه ولن تهدأ ابدا مهما مرت السنوات. مصر تعزز مشتريات الغاز المسال لتلبيه الطلب المرتفع على الكهرباء خلال اغسطس. مش عايزين نبقى زي ليبيا وتونس. اوضحت المصادر ان الهيئه المصريه العامه للبترول تعاقدت على شحنات تسليم اغسطس عبر مناقصه طرحت مؤخرا الى جانب الحصول على شحنات. يلا اللي عنده غاز يجيبه بسرعه، يلا احنا عايزين، ما فيش كهرباء تقطع. انا لسه جايب لك الكهرباء اللي بتقطع في بر مصر، فاحنا نلحق نعزز صفقات الغاز. اوعى توقف، لسه صريخ الضحك لم ينتهي هنا. قيس استغل مكالمه السيسي ليه واعلنت صفحه الرئاسه التونسيه ان المكالمه تناولت دور الصهيونيه العالميه في تأجيج الشعوب لسقوط الانظمه. كل واحد يفردها ويكويها زي ما هو عايز. جرت مكالمه هاتفيه 28 بين الرئيس بتاع تناولت العلاقات والشعبين وتأكد الى الاوضاع في المنطقه وتسارع الاحداث. موقف تونس الثابت من ان امن مصر جزء من الموقف. يا عم تنيل، شوف مصيبتك. امن مصر ايه اللي انت تدور عليه؟ انت تدور على امن القصر بتاعك. مشيرا في هذا السياق الى اننا ما دمنا على قلب رجل واحد، على قلب نجس واحد، فاحنا يا راجل ده المخابرات المصريه اللي بتحكم القصر، انت رايح تتكلم على امن مصر. واضاف رئيس الجمهوريه في المكالمه ان الحركه الصهيونيه العالميه عملت منذ القرن ال19 على اسقاط الامه، واليوم تسعى الى اسقاط الدول بتفجير الاوضاع، ولكن ايه؟ ان لها ذلك. انت عارف قس عضرمي ولا بيقولوها ايه؟ وتشترك اليوم في الاراده الثابته من اجل ارساء نظام انساني جديد، كما تم التعرض لحرب الاباده. اما الوضع في ليبيا، الحل لا يمكن ان يكون ليبيا، وجدد لاخيه للقيام بزياره لتونس. طب لما تفوق ان شاء الله يبقى يزورك في تونس. اذا عندنا 3 تفسيرات للمكالمه. من ناحيه الرئاسه المصريه
من ناحيه الرئاسه المصريه فهي بالمهلبيه لتهنئه تونس بعيد الاستقلال اللي كان من 3 ايام. من ناحيه وسائل الاعلام المصريه لقت التصريح بتاع الرئاسه ده ما يمشيش، قال لك عشان نساند تونس في الحرائق. اما من ناحيه الرئاسه التونسيه فكانت لمناقشه دور الصهيونيه العالميه في تأجيج الاوضاع زي اللي حصل عندنا كده يوم 25 يوليو في تونس في حبيب بورقيبه. يعني ما طلعوش الاخوان، يعني لا، المره دي الصهيونيه العالميه، ما احنا نفردها ونتنيها زي ما احنا عايزين، يعني ما طلعوش الاخوان زي ما وسائل الاعلام في مصر بتقول. طيب، نفس عميق. احتجاجات تونس خلت النظام يسرح اللجان عشان يسفهوا من حجم التظاهرات، فخرج القطيع في تونس يؤخونها تارة ويمركزها نسبة إلى مركز تارات أخرى. ونظرا لحجم الهجوم ظهر بصورة واضحة جدا كيف يرتعد نظام البزراميط مع أي حراك حتى ولو كان في نيكاراجوا. ونيكاراجوا دي مقصودة لأنها دولة مهمة. بالمناسبة كده بتشكر الشعب المصري. خير يا ست الكل، ايه الواجب اللي عملناه معاكي؟ قلت لك بنشكركم عشان الشعب المصري اكتر شعب واقف جنبنا في الاحتجاجات اللي في تونس. ست الكل، انا مش عايزه اصدمك والله واقول لك ان احنا مش عارفين نتابع جوه من كتر ما احنا مفرهدين وحرانين يا اختي والله، فاحنا مش متابعين اصلا ايه اللي بيحصل. المهم اكمل يا اخويا بقيه التويته. ما هي بتقول لك اصل حزننا واحد وفقدنا واحد ومصيرنا سد. حالة القلق الواضحة من التظاهرات في تونس تقدر تشوفها بشكل أكبر في البادي لانجوج بتاع عمود الخيمة اللي حاول في بداية حديثه التسفيه منها، ثم ما لبث أن عدل الكلام وقال ما يحدث في تونس خطير. ده أنت بدأت بالتسفيه، قال لك لا خطير. ساعات كتير بحب حضراتكم تعرفوا حاجات محدش مهتم بيها أو الاهتمام بيها ليس كما يجب. 3 كلمات: الوضع في تونس خطر. سهلة ايه؟ الوضع في تونس خطر. هناك مشكلة كبيرة في تونس، يعني أريدك أن تعلم التفاصيل هنسمعها دلوقتي، ولكن يجب أن تعلم أن هناك مشكلة كبيرة في تونس. بدأ بأنها سقفها وما فيش أي حاجة. عشان كده ظهر وزير الخارجية التونسي الأسبق السيد رفيق عبد السلام عشان يؤكد أن حالة الهلع والقلق اللي عايشاها مصر بسبب التظاهرات التونسية هتزيد مع الوقت، ولو أمطرت السماء حرية لفتح العبيد شمسية. المطر ينزل في تونس وجماعة السيسي يحملون المسيرات، المطربات المسيرات تتحرك في شوارع تونس والنديب والعويل في القاهرة. كل ذلك يؤكد أن الشارع العربي موحد في مشاعره ومشاكله وفي سلوك السياسي، وأن موجة التغيير القادمة ستكون حتما خطا موصولا بين تونس والقاهرة. ولو حضرتك بتسأل طب وإيه مصير التظاهرات في تونس النهاردة، أقول لك إن الكلام مش واقف عند مظاهرة 25 اللي فات. أزمة المياه والكهرباء وصلت للبرلمان و29 نايب لا مؤاخذة قدموا طلب عاجل لمساءلة الحكومة، ومجلس نواب الشعب عقد بالأمس جلسة استثنائية مخصوص عشان يناقش انقطاع المياه والكهرباء في عدد بالمناطق اللي بالمناسبة النهاردة والأمس تم الإعلان على انقطاع متجدد للكهرباء على كامل الجغرافيا التونسية. بص المناطق قطع الكهرباء عن هذه الجهات. التفاصيل يا رجال: الجنوب الغربي، الجنوب والصفاقس، الوسط، الشمال الغربي، الشمال، تونس الكبرى. رغم ان الحر ده ما يستحملش الكهكهات دي. اخر مشهد ظهر في المشهد، اخر تطور في المشهد التونسي ظهر النهارده، رفع واضح لسقف الكلام السياسي بعد المظاهرات.
المعارضة مش بتتكلم عن تحسين الكهرباء والمية، الكلام وصل لمرحلة ما بعد قيس. عز الدين الحسقي القيادي في جبهة الخلاص الوطني قال إن صلاحية السلطة انتهت، رحيلها واجب وطني، المناخ مناخ ثوري، حركة الشارع بتفكروا بالأجواء اللي سبقت الثورة التونسية، لكن ما ينقص الغضب الحالي هو القيادة. المولدي الفاهم القيادي في الحزب الجمهوري قال ان المزاج العام بدأ يتغير، وان حتى الناس اللي كانت بتدافع عن قيس بقت بتنتقده، ودعا لعقد مؤتمر وطني جامع مش عشان يناقش تحسين اداء الرئيس، لا، من اجل ان يبحث مرحلة ما بعد قيس سعيد، يبحث مرحلة ما بعد قيس سعيد. زينب المرايحي عضوة التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قالت إن مسيرة السبت كانت من أكبر التحركات من حيث العدد والتنوع، نسيت يوم 25، وإنها جمعت تقريبا مختلف القوى السياسية والمدنية، وإن بقى هناك شبه إجماع على إن قيس اللا سعيد ما بقاش شخصية جامعة للتونسيين. حسام الحامي منسق ائتلاف صمود واحد مؤسسي حركة نفس قال ان حراك نفس هو اللي دعا للنزول، وان الشارع جمع التونسيين رغم اختلافاتهم، وان التقييم بقى سلبي جدا لمسار 25 يوليو، وان التفويض الشعبي اللي قيس سعيد بيتكلم عنه لم يصبح موجودا على ارض الواقع، وان لو السلطة ما استجابتش هيتم المضي في مزيد من التحركات والاحتجاجات. حدد مطالب واضحة: إطلاق سراح المعتقلين، إلغاء المرسوم رقم 54 المستخدم في ملاحقة المعارضين، ولو السلطة عاجزة عن الحل تستقيل وتسيب المجال لانتخابات شفافة. ده بالنسبة لتونس.